اتصل بيا وبيقول لي: انا جاي ومعايا ضيوف، حضري نفسك بقى واعملي لنا اكله حلوه. انا مش عارفه يعني. قال لي: يعني اطبخي يا جاريه، كلف يا سيدي. ما لقيتش عندي خالص، طبعا انتوا عارفين الحاجه مولعه نار، ما لقيتش عندي حتى اقلب هنا واقلب في الديب فريزر واقلب في الفريزر وفي التلاجة، ما لقيتش عندي الا نص كيلو اللحمه المفرومه اليتيم ده، وانا كنت شايلاه اصلا لوقت زنقه. بس المهم بقى طبعا زنقني، مش عارفه اعمل ايه خالص ومش عارفه اتصرف ازاي. جبت نص كيلو اللحمه المفرومه، وبعدين جبت بصلتين كده وحطيتهم في الكبه، وقلت ايه افرمهم كده ناعم، عشان طبعا انتوا عارفين ان اللحمه المفرومه لازم احط لها بصل ايه ناعم. المهم فرمتها قوي كده في الكبه، بصلتين كبار بقى عشان ايه اشوف الدنيا فيها ايه، وحطيتهم على اللحمه المفرومه كده كلهم. طبعا انا مش لابسه قلافزات ولا حاجه، انا بتعامل في البيت بقى وباكل ولادي وجوزي وكده، فايه انتوا عارفين في البيت ما بنلبسش قلافزات، يعني غسله ايدي 100 مره، وكل بعد كل خلطه بغسل ايدي، يعني عشان ما حدش يقول لي ايه انت قاعده من غير جوانتيات. ما حدش بيستعمل جوانتيات يا جماعه في البيت. المهم ما علينا. جيت بقى ايه عملت البصله كده واللحمه المفرومه، لقيت برضو الكميه هتبقى قليله، حطيت عليها فلفل اسود وحطيت عليها بهارات وحطيت عليها ملح، لا الكميه مش هتبقى كبيره، مش هتقضي حد. المهم جبت كوبايه لبن دافيه كده، وكان عندي رغيفين فينو كده ايه بايتين من قبلها بيوم، رحت مقطعه فيهم الفينو. عندك عيش، عندك توست، اي حاجه انت ممكن تعملي بيها كده يعني عادي يعني. المهم رحت جبت ايه نص كوبايه ميه لبن دافي، وحطيت فيه الفينو كده لغايه ما دبل خالص، وبعدين رحت حاطه الفينو باللبن بكله على اللحمه المفرومه. وكمان كان عندي ايه حزمه بقدونس كده، رحت مقطعه الورق بتاعها كده، عمل نص كيلو ايه مفروم ناعم. وبعدين حطيت كله على بعضه عشان اكتر الكميه كترت زي ما انتم شايفين، قعدت اعجن فيها ايه بتاع 10 دقائق كده بايدي كده يمين وشمال عشان كله يدخل في بعضه وما تفكش مني بقى، طبعا ما ينفعش. المهم قعدت ايه اعمل كده ايه زي كده على نفس شكل البطاطس كده، قعدت اعملها شويه مدوره شويه صوابع زي ما جت معايا يعني. المهم قعدت اعمل فيها كده بقى اشكلها يعني شويه كده مدوره كده وشويه صوابع، وقعدت ايه اظبط الدنيا كده تمام. وطبعا ايه ماليش كام ضيف، فايه انا طبعا عايزه اقول لكم لازم الكميه تبقى كبيره. خلصت كده الكميه، بصوا يا جماعه نص كيلو عملوا كميه كبيره، حطيتها في الفريزر بقى ايه 10 دقايق عشان تمسك نفسها كده وما تتهريش مني وانا بعمل. عقبال ما حطيتها في الفريزر وقلت ايه تتشمع شويه في الفريزر، جبت ايه بطاطس كده كيلو ونص بطاطس بقى، ما انا مش هعمل بقى، انا عايزه اعمل صينيه كبيره. وقعدت اقطع في البطاطس كده، اقشر فيها الاول تمام في البطاطسيه كلها عشان خاطر اشوف ايه البطاطس الكيلو ونص بطاطس. قلت للبواب بقى لا هات لي كيلو ونص بطاطس ولا 2 كيلو عشان اعمل صينيه محترمه كده تكفي تملى العين وتكفي الدنيا يعني انا. وبعدين احنا عايزين كلنا ناكل بنص كيلو لحمه، دي لازم اتصرف ولازم اعمل يعني اللي اعمل حسابي يعني. المهم ايه قطعت كده كيلو ونص البطاطس اللي انتوا شايفينها دي، وبعدين قعدت بقطعها ايه حلقات، لا رفيعه ولا تخينه عشان ما تتريش مني لو رفيعه، ولو تخينه مش هتستوي على طول طبعا وهو زمانه جاي فمش هينفع. وقطعتها كده حلقات وحطيتها في ميه. جبت بقى طاسه على النار كده، نسيت اولع النار، هولعه دلوقتي. وحطيت طاسه على النار كده وهحط فيها ايه زيت لغايه ما الزيت يسخن خالص. هحط عليها على الطاسه دي زيت لغايه ما الزيت يسخن خالص معايا تمام. وطبعا كده كانت الكفته اتشمعت اهو في الفريزر، هاجي احطها كده ايه اديها ايه تحميره من ناحيتين كده في الزيت. بعد ما تتحمر من على الوش اديها الوش التاني كده بقى، مش ايه مش هتتفك منك. ليه بقى؟ لان انت عجنتيها كويس قوي 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 وكترت الكميه وعجنتيها كويس قوي ودخلت كله في بعضه لغايه ما اللحمه معاكي اتسمغت. وبعدين رحت حطاها بقى كده في الفريزر فتشمعت يعني 10 دقايق. المهم ايه قلت هعمل كده بس لا طبعا لازم اعمل حاجه ايه تكفي الدنيا. رحت حاطه ميه مغليه كده فيها ايه ملح وفيها نقطتين زيت، وحطيت فيها مكرونه سلقتها 50% نص سلقه كده عشان ما تتريش مني. وبعدين طلعتها وصفيتها، وبعدين جبت حله فيها زيت وحطيت عليها ايه الصلصه ومعلقه صلصه وفلفل اسود، وقلبت ده كله في بعضه لغايه ما اتسبكت. حطيت عليها شويه سكر عشان خاطر حموضه الصلصه، وحطيت كمان معلقه خل ايه حلوه كده ظبطت الدنيا. وحطيت المكرونه وعملت شويه مكرونه جمال. دي بقى صينيه البطاطس يا جماعه بعد ما حطيتها على طول في الفرن. انا عايزه اقول لكم بعد ما بترصوا كده، انا نسيت اوريكم رصيت البطاطسايه، وكمان بتحطي بصلايه، بتحطي طماطم، تحطي فلفل وتحطيها في الفرن وتطلع معاكي بالمنظر ده.